اهلا بكم. في الفيديو ده هنتكلم عن الفرق ما بين صمامين فيهم لبس كتير جدا، وهو السيكونس فالف والبريورتي فالف. اللبس ده موجود كتير جدا عند الجماعه بتوع المعدات بالذات. خلونا نحاول نشوف ايه الفرق بين الاثنين. ده رمز السيكونس فالف. السيكونس فالف صمام من صمامات عيله البريشر ليميتنج فالف، اللي هي الصمامات المقفوله اللي ما بتسمحش للزيت ان هو يعدي من فتحة A لفتحة B إلا إذا الضغط علا في A، وبالتالي تسمح للزيت إن هو يعدي. أما البريوريتي فالف هو مش كده خالص. البريوريتي فالف هو صمام بيسمح للزيت إن هو يعدي في دايرة واحدة، أو إن هو يعدي الزيت لدايرتين حسب حاجة هنتعرف عليها أو هنفهمها كمان شوية. في الحقيقة إن السيكونس فالف بيعتبر من عيلة البريشر كنترول فالف، أما صمام البريوريتي فبيعتبر من عيلة الفلو كنترول، وهو يعتبر مقسم للفلو أو فلو ديفايدر، أقرب منه لكونه صمام بيتحكم في الضغط. خلونا نحاول نفهم إيه الفرق بين الوظيفتين ونحاول نفهم الموضوع بشكل أحسن. السيكونس فالف وظيفته الرئيسية إن هو يضمن لك التتابع. يعني إيه التتابع؟ لو أنا عندي 2 سلندر بالمنظر ده، انا مش ضامن مين يتحرك الاول ومين يتحرك التاني. بنحط صمام السيكونس في النص بينهم، بحيث ان انا اخلي الزيت مجبر غصب عنه ان هو يروح للسلندر الاول، والسلندر الاول الضغط فيها يوصل للمقدار الكافي ان هو يفتح السيكونس فالف، فالسيكونس فالف يفتح ويسمح للسلندر التاني ان هو يشتغل. خلينا نشوف مثال ده على دايره سيميليشن او على سيميليشن، وخلينا نشوف الموضوع بشكل احسن. خلينا نشوف دايرة زي كده. لو جينا نشغل هنلاقي ان السلندر الاول والسلندر الثاني بيشتغلوا مع بعض. ربما حسب الحمل نلاقي السلندر الاول هو اللي بيشتغل والسلندر الثاني بعدين هو اللي بيشتغل، او العكس. لو انا عايز اضمن حركة ان واحد يسبق الثاني، فساعتها احنا مضطرين ان احنا نحط سيكونس فالف بالمنظر ده. السيكونس فالف بص هيعمل ايه؟ طول ما الضغط قليل هو باعت الزيت للسلندر الاولاني بس، مش سامح للزيت ان هو يروح للسلندر الثاني لان المسار مقفول. واول ما نوصل لضغط معين هيبدا يفتح ويعدي الزيت للسلندر الثاني. بعض الناس بتستعمله استعمال تاني واستعمال مختلف، وهو يعني استعمال شائع حقيقي يعني، وهو ان هو يضمن ان في جزء معين او دايره معينه او منطقه معينه بتتغذى بالزيت قبل ما حاجة تانية يروح لها الزيت. زي مثلا الترانسميشن مثلا في المعدات، بيحاولوا ان هم يضمنوا ان التورك كونفرتر وصل له الزيت، وصل له الزيت بشكل كويس قبل ما يبعتوا الزيت للكنترول. زي كده لما اجي اشغل السيكونس فالف اشتغل فتح عادي، بس هو ضمن لي ضمن لي ان في زيت هنا اهو، ان في ضغط في المنطقة دي، الضغط ده مقداره اعلى من الضغط اللي الحمل محتاجه، او حتى ايفن في قيمه الضغط اللي انا محتاجها تكون موجوده. ولكن في الحقيقه ان في ليميتيشن للموضوع ده. يعني دلوقتي لو انا جيت غيرت الممانعه هنا او غيرت المقاومه هنا، الفلوريت اللي بيعدي هنا الكميه بتاعته هتقل. الحل دوت ينفع لو انت قضيتك ان يكون في زيت بيوصل، ولكن لو انت مهتم فعلا بكمية الزيت اللي بيوصل، او انت هتحتاج تغير كمية الزيت اللي هتوصل، او لو انت هتحتاج تغير الاحمال، فالموضوع ده مش هينفع. المشكلة دي ممكن نلاقيها واضحة جدا في حاجة زي دايرة الستيرنج. دايرة الستيرنج والامبلمنت في المعدات، في معدات كتير دايرة الستيرنج ما بيخلوهاش شغالة يعني بتنبه لوحدها، بيخلوا المضخه بتاعتها يمكن بتشغل ستيرنج ومروحه، او انها بتشغل ستيرنج وبتساعد مع دايره الامبلمنت، او احيانا بتشغل دايره الامبلمنت تكون دي المضخه الوحيده للدايره، زي مثلا الفورك ليفت او اللوادر او بعض المعدات باختلاف انواعها. دلوقتي الحمل بتاع الستيرنج ده هو مش ثابت، هو متغير معايا حسب انا شايل اوزان قد ايه. العزم بتاع الدوران او العزم اللي محتاجه للستيرنج بيختلف معايا، وحسب بيئه التربه وخلافه. وفي نفس الوقت السرعه اللي حضرتك بتعمل بيها الستيرنج مختلفه، انت محتاج هنا اهو فلو ريت مختلف حسب السرعه اللي انت عايز تتحرك بيها.
لو احنا اشتغلنا بسيكونس فالف، فلو انا حمل الستيرنج عندي زياده عن اللزوم، الزيت كله هيروح يعدي لدايره الامبلمنت ويفتح السيكونس من غير ما اي زيت يروح للستيرنج، وبالطريقه دي انا مش ضامن ان دايره الستيرنج ليها الاولويه. وهنا يجي معنى كلمه الاولويه. الاولويه معناها ان انت عايز الدايره اللي ليها الاولويه عندك تضمن دايما انها بيوصل لها كميه الزيت الكافيه. وخلي بالك كميه الزيت، كميه الفلوريت اللي هي محتاجاه، مش مجرد ان انت وصلت للضغط، لا، انت ما عدتش هتبص على الضغط، انت هتبدا تبص على الفلوريت. طيب هنعمل ده ازاي؟ قال لك بص، انت عندك دايره الستيرنج والامبلمنت. ايه رايك لو احنا جبنا صمام؟ الصمام دوت ليه وضعين. الوضع الاولاني بتاعه بيودي الزيت لدايره الستيرنج بس، الناحيه الثانيه في الوضع ده مقفوله خالص، بتاعت الامبلمنت مقفوله. لو انا اخدت الوضع الثاني من الصمام، فالوضع ده هيسمح للزيت ان هو يروح لدايره الستيرنج او يروح لدايره الامبلمنت. الصمام ده اللي مخليه اخد الوضع الاولاني هو سوستري. دلوقتي خلونا نتخيل سوا ان دايره الستيرنج، الصمام بتاع دايره الستيرنج اللي احنا بنتحكم بيه، اليونت بتاعت الستيرنج ايا كان نوعها، هي بروبورشنال. خلونا نفترض ونعبر عنها دلوقتي على انها اورفس بالمنظر ده. الصمام ده هياخد اشارتين زيت، اشاره من قبل الاورفس واشاره من بعد الاورفس، بحيث ان السلوك دلوقتي هيبقى كالاتي. لو انا جاي اشغل دايره الستيرنج، ودايره الستيرنج عندي محتاجه فلوريت كتير كبير، فالزيت هيجي يمشي يعدي من الصمام هنا. الصمام ده هيبقى حاسس بالضغط بتاع الستيرنج. خلينا نفترض دلوقتي ان هو 50 بار، وتعال نفترض ان السوسته دي تعادل يعني ما يعادل 10 بار. فالفلوريت هيفضل يعدي عندك، الزيت يعدي عندك، والكميه كلها تعدي لحد ما الضغط في المنطقه ديت يعلى، لان انت عندك اورفس، فالاورفس هيعمل ممانعه. الدلتا دي هنا لما توصل ل 10 بار هيبقى الضغط عندك في الجزء ده 60. ال 60 دول يكونوا كافيين ان هم يتغلبوا على الناحيه دي، يعني 60 وهفوه يعني. فنبدا ناخد الوضع ده اللي هو الوضع اللي بيغذي دايره الستيرنج والامبلمنت في نفس الوقت. بالطريقه دي انا ضمنت ان الكيو هنا عدت بالكميه اللي انا عايزها الاول قبل ما انا اسمح للزيت ان هو يروح لدايره الامبلمنت. لو افترضنا ان الراجل بيعمل ستيرنج بسرعه اكبر، فقام فاتح الاورفس ده، فلما يفتح الاورفس ده ال60 ديت هتقل شويه، لان دلوقتي انت قللت الممانعه، فال60 دي مثلا بقت 55. لما ال60 دول بقوا 55، الناحيه الثانيه بتاعه اللود، الاشاره دي بالمناسبه اسمها اشاره ال اس، مش عارف دي بتفكركم بحاجه ولا لا. الناحيه الثانيه هي اللي هتكسب، والناحيه الثانيه لما تكسب الزيت يقرر ان هو يروح لدايره الستيرنج. ولكن في الحقيقه الصمام ده مش اون واوف بالمنظر ده. الصمام ده بروبورشنال. يعني ايه؟ يعني عنده القدره ان هو يفتح ويقفل بنسب، بحيث ان هو يبعت لي دايره الستيرنج الكيو اللي انا محتاجها وبس، ويبعت للامبلمنت باقي الزيت. سواء بقى دايره الستيرنج كانت عايزه الزيت كله، فكل زيت هيروح لدايره الستيرنج ومفيش حاجه هتروح لدايره الامبلمنت او دايره المروحه او ايا كان، او ان هي تكون عايزه كميه قليله جدا، فزيت كده تاخد كميه الزيت اللي هي عايزاها والباقي يروح للامبلمنت، او ايفن مش عايزه اي حاجه خالص. فلو مش عايزه اي حاجه خالص، الضغط هنا هيكون هو اعلى حاجه، وساعتها هناخد الزيت اللي بيروح، الزيت كله هيروح لدايره الامبلمنت بس. خلينا نشوف دوت على دايره هيدروليكس. دي دايره لودر دوسان M300V. لو جينا بصينا هنا اهو هنلاقي ان احنا في عندنا مضخه مخصوص للستيرنج اهي. دي الدايره بتاعت الطوارئ اللي شغاله بموتور كهرباء. الزيت يخش عندك، ده البريورتي فالف. البريورتي فالف بيعمل ايه؟ بيودي الزيت عندك كاولويه لدايره الستيرنج او الصمام بتاع الستيرنج اهو، ولو انا عندي كميه زيت زياده بياخدها يوديها لدايره الامبلمنت عندي، او الدايره الوظيفيه اللي هتروح تشغل عندي الحركات. في بامب رئيسيه للحركات، ولكن دايره الستيرنج بتساعد معاها. يعني لو انا عندي مش بستهلك، مش شغال ستيرنج جامد.
دلوقتي ادي الصمام عندك اهو، الزيت بيعدي عادي يخش لدايره الصمام بتاع الستيرنج، صمام الستيرنج بيطلع الاشاره بتاعت ال اس اللي هي بتعبر له دلوقتي عن فرق الضغط او متاخده من ناحيه اللود يعني. الزيت يخش يوصل للناحيه دي من صمام البريورتي، بحيث ان لو دايره الستيرنج محتاجه فلويد كبير الضغط بتاع ال اس والسوسته هيكونوا اعلى من الضغط في النقطه سي اف، وبالتالي الناحيه دي هي اللي هتكسب والعكس. اتمنى يكون الصمام اتفهم بالنسبه لنا. صمام البريورتي موجود بشكل كبير، ممكن تلاقي بس شكل الرمز مختلف سنه، ممكن تلاقي في مسار زي المسار اللي رسمه ده كده اهو، تلاقي مسار زي المسار ده كده اهو، تقول المسار دوت بيعمل ايه؟ ده مرتبط بالاوبريشن بتاع الصمام، ان السوسته لما تيجي ترجع في ظروف معينه تلاقي زيت يخش لها ايا كان. بس في الاخر هو كله بيفكر بنفس الطريقه، اللي هو انا مش ببص على ضغط، انا مش مهتم بقيمه الضغط، انا مهتم بكميه الزيت ومعدل السريان اللي بيمشي عندي للدايره اللي انا مستهدف انها يكون لها الاولويه. لو الدايره دي بتاخد كميه الزيت او تاخد معدل السريان اللي هي محتاجاه، فساعتها انا هسمح للدايره الثانيه انها تاخد باقي الزيت عندي. اتمنى تكون الفكره وضحت، واتمنى يكون الفيديو مفيد، واشوفكم في فيديوهات ثانيه باذن الله.